تخيل معايا إنك تعيش أكتر من نص عمرك مطمن، عايش في بيتك وسط مراتك وعيالك، فاكر إنك بنيت أسرة على الحب والاحترام، وفجأة في يوم عادي جدا تكتشف إن كل ده كان وهم كبير. في حلقة النهاردة مش هنتكلم عن جريمة قتل بالسلاح ولا عن سرقة مليونية، لا، احنا قدام جريمة أخطر من الدم والسلاح، جريمة بتكسر قلب وتهد بيت وتقتل الروح وهي لسه عايشة. بطلتها مش إنسانة عادية، دي ست قررت تبقى شيطانة في هيئة بشر. أهلا بيكم، ودي قناة الصندوق الأسود، المكان اللي بنفتح فيه الصفحات اللي محدش قادر يفتحها ونشوف فيها الوجه المظلم للبشر. لو أول مرة تتابعني اشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل القصص المرعبة دي. تعالوا نرجع بالزمن لسنة 2023، وتحديدا في مدينة فايد في محافظة الإسماعيلية. هناك عايش راجل اسمه عبد العزيز، عنده 45 سنة، راجل بسيط ومكافح، بيشتغل فن تكييف، ومعروف عنه انه محترم وشقيان على اكل عيشه. عبد العزيز متجوز من 22 سنة من واحدة اسمها ولاء، وعنده منها 3 أولاد، كريم 20 سنة، وهناء 18 سنة، وياسمين الصغيرة 13 سنة. بيت عادي جدا، ممكن يكون زي بيوتنا، جوز شقيان وبيصرف، وعيال في مراحل عمر مختلفة، وست مسؤولة عن البيت. لكن اللي ما يعرفوش عبد العزيز ان البيت ده من جواه كان نار قايدة، نار ما يعرفهاش غير اللي عاشها. في تالت يوم في عيد الفطر 2023 عبد العزيز رجع البيت لقى خبر زي الصحقة، مراته ولاء هربت. هو في الأول افتكر انها راحت عند أهلها أو زعلت من حاجة، لكن لما دور وملقاهاش ابتدى يسأل نفسه ازاي ست متجوزة من 22 سنة سايباله 3 عيال تقوم فجأة وتهرب. في اللحظة دي دخلت بنته هناء وهي بتعيط وقالت له يا بابا انا عايز احكي لك الحقيقة كلها. عبد العزيز اتصدم، حقيقة ايه ولا هربت ليه؟ بس اللي سمعه بعد كده كان زي السكين اللي بيقطع في القلب. هناء بدأت تحكي وقالت له ان امها مش بس خانته مع راجل، لا، دي كانت ماشية مع 4 رجالة في نفس الوقت. مش بس كده، ده في 2 كانوا في نفس الفترة، وبعد شوية زودت عليهم واحد تالت، كأنها واخدة الخيانة هواية مش غلطة. عبد العزيز ما كانش مستوعب، بس البنت فضلت تحكي وتحكي أكتر، وكل كلمة تقع على دماغه زي الشاكوش. نرجع شوية ورا لسنة 2011. هناء وقتها كانت طفلة عندها 6 سنين، تعبت جدا واتضح انها محتاجة عملية زرع نخاع. الأسرة كلها اتدخلت في رحلة علاج طويلة في معهد الأورام بالقاهرة. في الوقت اللي البنت بتصارع فيه المرض، الأم ولاء كانت بتصارع شهواتها. سنة 2014 بدأت أول علاقة محرمة ليها مع واحد شغال في المعهد نفسه. البنت الصغيرة كانت بتشوف بعينيها أمها وهي بتسيب الرجالة يحطوا إيدهم عليها ومن غير ما تعترض، وفضل الوضع كده لسنين لحد ما البنت خفت بعد عملية زرع النخاع سنة 2018. لكن هل ولاء اتعلمت من محنة بنتها؟ لا، دي أول ما رجعت لحياتها الطبيعية غرقت في مستنقع الخيانة أكتر. أول علاقة كاملة لولاء كانت مع واحد شغال سواق اسمه مروان. القصة بدأت لما راحت تزور أختها في السويس وخدت بنتها هناء معاها. الصدمة إن السواق لقط عليها الكلمة وعرف إنها جاية في أي حاجة وتهزر معاه، والست بصراحة ما صدقت. بدل ما تروح لأختها
نزلت من العربية وركبت جنبه قدام، وبدأت تضحك وتكلمه كأنها مش متجوزة أصلا. والأغرب إنها وافقت تروح معاه بيته وهي معاها بنتها الصغيرة. هناك قالت لبنتها تقعد في أوضة لحد ما ترجع، والطفلة بريئة مش فاهمة إيه اللي بيحصل، بس فهمت بعدين. من اليوم ده ولاء وعلي بقيوا في علاقة كاملة. لكن الشيطانة ما وقفتش هنا، لا، دي رجعت البيت وقالت لجوزها إنها عندها سرطان في الرحم، وإنها محتاجة تروح معهد الأورام تكمل علاج. تخيلوا، كانت بتحط دم الغزال على هدومها علشان تعمل نفسها إنها بتنزف دم، وجوزها الغلبان يصدق ويديها فلوس، هاي فلوس العلاج، وهي في الحقيقة رايحة تقابل عشيقها. الصدمة الأكبر إنها اتجوزت علي عرفي، أيوة، وهي لسه على ذمة عبد العزيز. والكارثة إنها خلت بنتها هناء تشهد إن علي قريبهم علشان الجيران ما يشكوش. وفي الوقت اللي البنت محتاجة حنية الأم كانت بتعذبها بالنار، تسخن معلقة وتحرقها بيها، أو تضغط برجليها على رقبتها لحد ما العروق ما اختفت. لكن ولاء ما اكتفتش بعلي، دخلت علاقة جديدة مع محامي في شبرا الخيمة. كانت تاخد بنتها معاها وتسيبها في أوضة وتقفل على نفسها معاه في مكتب المحاماة. ولما زهقت من المحامي دخلت تطبيقات تعارف على الإنترنت، وبدأت تفتح لايفات من الحمام بلبس فاضح مقابل الفلوس. حتى بناتها كانوا عارفين إن أمهم بتعمل كده. وسط كل ده ولاء اتعرفت على تاجر خضار اسمه خليل القط، كانت بتروح معاه المخزن وهناء معاها. وبعدها على طول اتعرفت على رابع واحد، ده كان اسمه الشرقاوي. العلاقة دي كانت الأسوأ لأنها انتهت بحمل سفاح. ولاء خافت من الفضيحة وقررت تنزل الجنين. يعني مش بس خانت، لا دي كمان ارتكبت جريمة قتل في حق روح بريئة ما شافتش النور. لكن مسلسل الخيانة ما خلصش هنا، ظهر واحد خامس في حياتها اسمه علاء. الفرق إن علاء ما كانش بيقابلها بره، لا، ده كان بيدخل بيت عبد العزيز نفسه. ازاي؟ عبد العزيز عمل عملية في رجليه وقعد فترة في المستشفى. وقتها ولاء فتحت باب بيتها لعلاء، والجيران شافوه طالع ونازل، ولما سألوا البنت تقول ده قريبنا. حتى لما عبد العزيز رجع من المستشفى ولاء ما بطلتش، كانت تكلم علاء أول ما جوزها يمشي للشغل، وتخلي عيالها يقفوا في البلكونة يراقبوا الطريق، لو أبوهم جاي يبلغوها بسرعة. استمر الوضع لسنين لحد ما جه اليوم اللي هربت فيه ولاء. عبد العزيز ما فهمش حاجة غير لما بنته هناء فضفضت وقالت له يا بابا ماما مشيت علشان واحد هددها بفيديو فاضح. عبد العزيز انهار، راجل شقيان 22 سنة ضحى وعمل كل حاجة لمراته وعياله، يكتشف انها كانت بتخونه مع 4 و5، وجابت عشيقها لبيته وخلت عياله شهود على فضيحها. عبد العزيز قرر ياخد خطوة، راح للنيابة وعمل بلاغ رسمي ضد مراته، بس النيابة طلبت منه دليل على كلامه. وبالفعل لقى في شنطتها ورقة مليانة أرقام برجالة بأسامي مستعارة، أسامي ستات. اتصل بواحد منهم وحكاله إن ولاء كانت حامل سفاح ونزلت الجنين. جاب صور لعلاء ووراها للجيران وأكدوا إنهم شافوه داخل البيت وشقتك أكتر من مرة. لكن المدهش إن ولاء لما اتمسكت كانت فضلت برضه بتكابر وأنكرت كل حاجة، وقالت إن جوزها بيفترى عليها عشان يخلص منها. القضية لسه في المحكمة، لكن الكل عارف إن العدالة الحقيقية مش بس على الأرض، لا، دي عند ربنا سبحانه وتعالى. ولحد هنا تخلص حلقتنا، ودي كانت واحدة من أبشع قصص الصندوق الأسود. لو شايف إن القصة تستحق الناس تسمعها، شارك الفيديو وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، واكتبولي في التعليقات ايه رأيكم في تصرف عبد العزيز، وهل ممكن راجل يسامح ست وصلت للدرجة دي؟
وكده تكون انتهت حلقة النهاردة.